عام أصحاب إب يعني محافظة عدن طبعا أكثر محافظة طيبة أهلا. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله ان انتم تكونوا بالف خير وصحه وعافيه يا رب، وانتم جالسين تشوفوا هذا الفيديو على قناتي بسكاي. طبعا مبدئيا عشان ما حد يعلق على موضوع الصوت، ليش صوتك غريب يا جماعه؟ انا لسه خرجت من مرض، يعني انا كنت مريضه، فاليوم لسه اول يوم اخرج فيه، فمعلش صوتي لسه تعبان. اليمن بلد متنوع ثقافيا، وكل محافظه ولها ثقافتها، واهل اليمن معروفين بطيبتهم وكرمهم وحسن ضيافتهم. ولكن في هذا الفيديو بنعرف ايش اكثر محافظه يمنيه تشتهر بطيبه اهلها. اليوم بنسال الناس ايش اكثر محافظه يمنيه مشهوره بطيبه اهلها، وليش بيختاروا هذه المحافظه، وكمان بنسالهم لو قد شافوا يعني مواقف جدعنه وفزعه من اهل هذه المحافظه يذكروا لنا هذه المواقف، ونشوف مع بعض نسمع القصص الجميله من محافظاتنا الجميله. وانتم كمان في التعليقات اكتبوا لي ايش تشوفوا اكثر محافظه يمنيه طيبه، بس طبعا لا تذكروا لي محافظاتكم، اذكروا لي محافظات اخرى. وكمان اذا انتم تشوفوا محافظتكم اهلها طيبين اكتبوا لي في التعليقات، وبس اكتبوا لي كمان المواقف الجميله اللي شفتوها من اهالي هذه المحافظه. وخلونا نبدا هذا الفيديو الان، يلا. والان يا جماعه بنبدا باول لقاء مع العم سميح ابراهيم حداد. اهلا وسهلا. بسالك الان ايش اكثر محافظه يمنيه يعني اهلها طيبين؟ طبعا عدن غير طبعا، وعدن هم المسكين من زمان يعني. طيب بس ممكن ترفع المايك لعندك؟ تمام. الان بسالك هل يعني حصلت لك مواقف كذا فيها جدعنه وطيبه مع اهل عدن؟ اذكر لنا كذا موقف. طبعا اي واحد يذوق اي بيت في عدن على طول يرحبوه، وحتى لو يكون غريب عنه. هو ذا اهل عدن اصلا طيبين جدا ورحيمين على فكره، يحبوا الكل، مش انه يعني لازم يكون عدني، لا نحب بشكل عام. اذكر لي كمان محافظه ثانيه، بما انه انتم من عدن، اذكر لي كمان محافظه ثانيه يعني لك مواقف طيبه مع اهلها. طبعا اهل تريم. اهل تريم الغناء. طبعا اهل الكرم والجود، يعني ناس قلوبهم صافيه جدا. كان انا قصيت 25 يوم، كان انا عشت 50 سنه في تريم. يوم ما سافرت من تريم الجميع كانوا يعيطوا يبكوا عليها. حبينا بعض على فكره، قلوبهم صافيه جدا. ما شاء الله ما شاء الله والله العظيم. انا فوق الباص مروح، وهم يقولوا بعدي ناس عمرهم 60 70 سنه مع السلامه عليه، قلوبهم مليحه كانت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تمام. ايش اسمكم؟ الدكتور عمران عيسى صالح القباطي. اهلا وسهلا. من وين؟ اهلا حياكم الله، اهلا وسهلا. انا طبعا قباطي، اصلي قباطي لكن ساكن في عدن. اهلا وسهلا. طيب الان بسالك سؤال. تفضلي. ايش اكثر محافظه يمنيه يشتهر اهلها بالطيبه، او انت شخصيا تعاملت معاهم شفتهم طيبين؟ محافظات اليمن طبعا كلها فيها الخير والبركه، بس اكثر محافظه يمنيه معروفه بالطيبه. نعم طبعا محافظة اليمن اليمنية طبعا بشكل عام، كل المحافظات يعني كل محافظة تمتاز بجانب معين من الطيبة والأصول والكرم واليمنية بشكل عام. لكن اللي لاحظته أنا إنه في عدن، يعني محافظة عدن طبعا ناسها طيبين جدا 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 ومتعاونين، ويعني بصراحة عشت فيها كثير. كم سنوات عشت في عدن؟ يعني تقريبا من عام 89، من عام 89 في عدن. أيوة. يعني التجربة هذه من واقع الحياة. نعم من واقع الحياة خذتها المعلومة هذه يا جماعة، المعلومة من واقع التجربة. التجربة من واقع الحياة. اسمي فضل حربي. أهلا وسهلا. ياسر العودي. عادل مسعد محمد. أهلا وسهلا. طيب يا جماعة الآن بسألكم سؤال. تمام؟ السؤال يقول ايش أكثر محافظة يمنية يشتهر أهلها بالطيبة؟ اليمن كلها ناسها طيبين، ولكن المحافظات الأكثر طيبة هي مدينة أب. نعم. إن شاء الله. مدينة أب. كلهم يا جماعة اتفقوا على إب. طيب الآن بسألكم، أول شيء أنتم من إب يا جماعة؟ أنا من أب. كلكم من إب؟ كلهم من إب يا جماعة. فالآن بسألهم إيش مواقف الجدعنة والطيبة اللي شافوها في أهل إب؟ هل يعني حصلت لكم مواقف كذا؟ يعني يوقفوا معاك أي مشكلة أي حاجة يسووا، يعني يوقفوا معاك. هل قد حصلت لك مثلا مشكلة وحابب تذكرها وحلوها لك؟ لا والله ما حصلت مشكلة، بس أنا أعرف أهل أب بالجدعنة تمام يعني كويس. كل عام أصحاب إب يعني من حيث المواقف، يعني يقوموا مع المسكين، يعني يساعدوا المحتاج، يعني مواقفهم كثير يعني بالكرم بالطيب، أشياء كثير يعني فيهم. طيب بما أن أنتم يا جماعة من إب، بعد إب إيش المحافظة اللي تشوفوها يعني أهلها طيبين؟ والله محافظة تعز، طيبين ومحترمين وتمام يعني. المحافظة الثانية؟ محافظة
حضرموت. حضرموت. نعم. ليش اخترت حضرموت؟ لأنهم ناس طيبين محترمين جدا، وحصل لي موقف معهم زمان. ايش الموقف هذا؟ زمان حصل لي موقف مع واحد من يافع وأنا في السجن في الإمارات. من يافع ولا من حضرموت؟ من يافع ولا حضرموت، كلهم بشكل عام. نعم. يافع ولا حضرموت؟ اتذكر يا جماعة. يافع. من يافع؟ نعم. طيب ايش كان هذا الموقف؟ محمد حلبة يعني ارسلوا لي فلوس من السعوديه لعنده، وانا ترحلت على اليمن وارسلها لي لليمن. ما قالش يعني ان انا ما برجعش، ما عاد بيشوفني، ما عاد شفته الان، بس ارسلها لي لليمن. والله ناس طيبين تمام. ايش رايك؟ والله انا اشوف اصحاب الضالع يعني ناس طيبين. يعني انا اذكر في واحد صديقي يعني والده يعني سافر امريكا، يعني والده دخلوا امريكا، يعني سافروا امريكا، فاتوفى واولاده في اليمن، فقام يعني قام معاهم وعامل لهم وتكفل فيهم وعمل لهم المستحيل حتى وصلهم للولايات المتحده. يعني الصراحه يعني اكفاء يعني الصراحه. ما شاء الله. اذا انتم مش مشتركين في القناه لا تنسوا تشتركوا في القناه، واذا انتم مشتركين او اشتركتوا حاليا لا تنسوا يا جماعه ما تفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد انزله اولا باول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. ايش اسمكم؟ علي عبد الله دهاق. اهلا وسهلا. حياك الله. الان بسالك سؤال. تفضل. ايش اكثر محافظه يمنيه اهلها يشتهروا بالطيبه؟ كرأي شخصي يعني، كرأي شخصي عندي أنا الحديدة، محافظة الحديدة. ليش؟ أهلها بسيطين وطيبين وناس عفويين، ما تلقيش عندهم مظاهر مثل الآخرين، مثلا بعضهم يشوف نفسه أو بعضهم يشوف الغريب ناس طيبين ومتعاونين في كل المجالات يعني حتى بالابتسامة. أنت قد رحت الحديدة؟ نعم. لما رحت الحديدة يعني شفتهم تعاملهم معك كيف كان؟ لا كشعب كامل يعني ما تحسش انك ممكن تحصل معك مشكله مع اي احد، ما في احد ممكن انه يعتدي عليك او مسالمين حتى بالكلام، ما في ممكن حد يجرحك بكلمه. فهذا بالنسبه لي كاليمن الحديده اطيب ناس. تمام. عشان بس نتاكد، انت من وين، من اي محافظه؟ انا من خولن الطيال، من صنعاء. خلاص يا جماعه يعني ذكر محافظه ثانيه، لانه أيوة. لو كنت ذكرت محافظتك كنت اقول لك لا طيب شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. ايش اسمك؟ هيثم. اهلا وسهلا. طيب بسألك الآن، ايش أكثر محافظة يمنية يشتهر أهلها بطيبتهم؟ طبعا تعز. ليش تعز؟ تعز بلاد الحضارة، بلاد الثقافة، بلاد العلم. طيب أنت من تعز صح؟ طبعا. اذكر لي موقف كذا، موقف جدعنة حصل لك مع أهل تعز اللي أنت منهم. الفزعة حقهم واحد يربط بها الراس. هل مرة يعني احتجت الفزعة ولبوك؟ طبعا. أي موقف يحصل لك سواء بمأزق سواء بمواقف تكون محتاج لصديقك لأي حاجة يلبوك ما يطرحوكش. بصراحة أحبهم وافتخر إني من تعز. الأخير أهل تعز غير اليمن كامل. طيب اذكر لي الآن محافظة ثانية غير محافظتك. شفت منهم كذا مواقف جدعنة؟ طبعا يعني من المرتبة الثانية بعد تعز يعني في بهم مواقف حتى لما واحد يطلع لعندهم يستضيفوك يشعروك كأنك واحد منهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يحفظك. كيفك؟ ايش اسمك؟ اسمي ماهر أحمد محمد الكميم النعيري. أهلا وسهلا. من وين؟ من محافظة دمار. أهلا وسهلا. طيب الآن بسألك سؤال، إيش أكثر محافظة يمنية يشتهر أهلها بالطيبة؟ أكثر محافظة طيبة أهل الحديدة. ليش؟ لأنهم ناس كانوا منتهضين من قبل وناسها طيبين، ودائما أبناء الساحل يكونوا طيبين. شكرا لك. في ختام هذا الفيديو الآن دوركم تكتبوا لي في التعليقات إيش أكثر محافظة يمنية يشتهر أهلها بالطيبة، وإيش مواقف الجدعنة والشهامة اللي شفتوها مع هذه المحافظة. وقبل ما أختم هذا الفيديو أنا مريضة يا جماعة. قبل ما أختم هذا الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة، وكمان تعملوا جرس التنبيهات، تضغطوا هذا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد أنزله. وأشوفكم على خير في فيديوهات جديدة وقريبة إن شاء الله. كانت معكم هبة سكاي، وفي أمان الله. باي.